ألف ب البيلد أب أو الخروج الكرة من تحت، يكون معاك حارس كورته كويسة إدرسون من الآخر. في حالة لو الخصم حتى ضغط عليك ضغط عالي أو عكسي، قراراته سريعة ودقيقة، وده مش موجود في محمد الشناوي. الكرة دي رامي ربيعة فاضي وياسر إبراهيم. طالما اخترت بناية الهجمة من الخلف، يبقى القرار الصح رامي ربيعة، لأنه أقرب خصم ليه، المسافة ما بينهم كبيرة وزاوية تمرير مفتوحة. او لو طريقه اللعب الطولي، باعتبار ان محمد عبد المنعم مش متواجد، والعب على مهاجم محطه يخلي السكند بول او الكره التانية ليا دايما وابقى في مناطق خطره، يبقى العب الطوله المودست. لكن الشناوي اختار حل غريب جدا، هو خالد عبد الفتاح اللي ممسوك. لازم الشناوي يشتغل على نفسه في النقطه دي، لان مصطفى شوبير بيجيدها جدا. افضل اربع لعيبه في الاهلي بلغه الكوره متاسسين كوره: محمد عبد المنعم، امام عاشور، كريم فؤاد، حسين الشحات. ومستني الرباعة دول يكونوا موجودين في الأهلي في التشكيلة الأساسية. محمد طاهر بدأ يحسن من مستواه عن طريق إن هو شاف نفسه في العمق أفضل، لكن مارسيل كولر ما بيعتمدش على 4-4-2. فقرر طاهر إن هو من مركز الجناح يشغل دماغه، يخلي انطلاقاته للعمق، وبتبان هنا خطورته. وقتها طاهر بيعمل الريسك باص في المساحة بصورة أكتر من ممتازة، وظهرت في لقطته لما باص لقفشة، ولقطة تانية في باصة لحسين الشحات، واللقطتين كانوا من العمق. بالنسبة لطاهر بس يبطل المهارة الخارقة في إنه في وسط الزحمة يزق الكرة من جنب ويتحرك من جنب تاني، وعايز يلحق الكرة وسط الزحمة مش عارف ازاي. في نوعين من الضغط في أماكن متفرقة من الملعب، سواء كان الضغط ده ضغط عالي أو ضغط عكسي، لكن اللي بشوفه من محمد هاني مش لاقيله مسمى أصلا. في اللقطة دي في منطقة أصلا خطيرة من الملعب، خلاص وصل للتلت الأخير للنادي الأهلي، وتلات لعيبة على لاعب واحد، ورغم كده بيباصي وبيعمل هجمة خطيرة كانت ممكن يسجل فيها هدف على محمد الشناوي. هدف موديست، هدف مفيش احسن من كده. اتمنى انها تكون بدايه انطلاقه موديست. موديست اللي جاي من اوروبا، جاي من بورس دورتموند، مش موديست اللي لا يفقه شيء عن كره القدم. مستني اشوف ثنائيه امام عاشور وعمرو السوليه، ومن وراهم مروان عطيه. الاتنين دول سواء كان امام عاشور أو سواء كان عمرو السوليه بيعملوا الكروس باص والكرات الطوليه، احسن اتنين في مصر. بيباصة واحدة طويلة من العمق الدفاعي أصلا بتاعك يوصلك للتلت الأخير في كورة مش محتاجة غير مثلا إنك تعمل استارت كويس، محتاج لاعب زي حسين الشحات أو لاعب زي كريم فؤاد. دي لقطة اعتدنا إن احنا نشوفها في خط دفاع الأهلي مرارا وتكرارا. شفتها في ماتش سيمبا في الدوري الإفريقي نفس الكلام. التغطية العكسية في الأهلي بتعمل مشاكل وممكن تسجل فينا أهداف كتيرة زي ما حصل في ماتش سيمبا. لازم كولر يشوف حل في الموضوع ده، لا اما يرجع الجناحات تقوم بدورها الدفاع في التغطيه العكسيه سواء كان ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لا اما يخلي لاعب من لعيبه وسط الملعب تقوم بدور الجناحات في التغطيه العكسيه. كريم الدبيس لاعب موهوب جدا، لاعب خامه مبشره، ولاعب عنده شخصيه. في الدقيقه 97 تقريبا اخر هجمه في اللقاء، في وقت زي ده وفي الوضعيه دي، وعنده امام عاشور فاتح ناحيه الشمال، كان ممكن يختار الباص وما يحملش نفسه المسؤوليه، لكنه عمل كروس باص بالمسطره على دماغ تاو. لكن تقدير تاو كان غلط جدا، كان ممكن يعملها تشيب من فوق الحارس وتخش بسهولة، أو حتى يعملها مباشرة على الحارس في أي زاوية وتدخل برضه جوه. لكنه اختار القرار الغلط، هو إنه يلعب الكرة بالعرض. رحم الله شهداء الأمة وأسكنهم فسيح جناته، وأدام الله لعنة العقد الثامن على الكيان الصهيوني.